عارفة بقى لما تعملي صنف حلويات ويطلع حلو بزيادة ويتاكل كله في وقت واحد وتبقى عايزة تقومي تعملي تاني؟ دايبة ومرملة وطعمها حلو جدا رموش الست. تعالي نعمل النهاردة أحلى وأطعم صنف من الحلويات، يمكن مهدور حقه شوية لكن طعمه حلو جدا ومكوناته بسيطة كده وعلى قد الإيد، والنتيجة روعة. حاجة كده بتدوب في البق والقطمة بتجر قطمة بعديها على طول. طعمها حلو جدا، احلى واطعم مليون مرة من البسبوسة. تعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وحطي اللايك بتاعك وما تنسيش تشيري الوصفة عشان الكل يستفيد. معايا بيضاية وبياض بيضة نزلت عليهم بكيس من الفانيليا ونص كوباية من السكر البودر، وهدوب الكلام ده مع بعضه كويس جدا واتأكد ان السكر داب معايا. في المرحلة دي هنزل بنص كوباية من الزيت، وطبعا مستمرية في الضرب بالطريقة دي كده لحد ما الزيت يبدأ اللي هو يختفي معايا. هنزل بقى معايا كده بكوباية لربع من دقيق السميد، وطبعا دقيق السميد هنا هو دقيق البسبوسة الخام اللي معلوش اي اضافات خالص. هقلب بقى كله مع بعضه، بس نصيحة مني اعملي ضعف الكمية لان طعمها حلو قوي ولذيذة كده وخطيرة وانتي بتاكليها. وليه قلتلك في البداية اطعم من البسبوسة؟ لانها اسهل منها والطعم حلو جدا. معايا كوبايتين من الدقيق، اخدت كوباية ونص بس، وهنا معايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. هعجن بقى الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. طب يا هبه انت استخدمتي نص كوبايه الدقيق التانية؟ لا ما استخدمتهاش خالص، وترجع بقى لنوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. يعني تقدري اللي انت تاخدي من نص الكوبايه التانية من معلقه لمعلقتين دقيق، وينفع ما تاخديش خالص على حسب بقى سمك العجين. بعد ما تخلصي عجن ابدأي المسيها بايديك التانية اللي انت معجنتيش بيها، هتلاقيها ما بتشققش معاكي وما بتلزقش، يبقى كده معايا تمام. هجيب صينيه وادهنها دهنه حلوه من الزيت، وابدا اللي انا اكورها بالطريقه ديت واعملها كده رول واضغط عليها واسحبها سحبه من هنا وسحبه من هنا زي رسمه الرمش كده. طريقتها سهلة قوي ولذيذة، تقدري تكبري الكمية او تصغريها على حسب انت عايزة ايه. خلصت الكمية كلها بالطريقة ديت، طلعوا معايا صينيتين، دي الصينية الاولى والتانية دخلت الفرن. معايا بقى صفار البيضة اللي احنا اخدنا منها البياض من شوية، هبدأ اللي انا ادهن وشها بالطريقة ديت كده. طب ينفع استغنى عن خطوة صفار البيضة؟ ايوه ينفع، مفيش مشاكل خالص لو انتي مش حباها، بس متخافيش مش هتديكي ولا ريحة ولا اي حاجة كده، هتبقى طعمها حلو. طبعا صفار البيضة انا ضفت لها كيس من الفانيليا، دوبتهم مع بعض كويس جدا والخليط بقى معايا تقيل، ابدا ادهن بيه الوش. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام، وطبعا ما تنسيش تشيري الوصفة علشان خاطر الكل يستفيد. ابعتيها بقى لحبيبتك اللي على طول بتعمل حلويات، لان الطريقة دي سهلة قوي. بعد ما دهنت وشها كله بالطريقة ديت كده، هجيب بقى شوكة واعمل خطوط بالطول عشان لما تدخل الفرن تديني الشكل في النهاية حلو قوي. طبعا بدخلها على فرن سخن قبليها ب5 دقايق، يعني اشغل الفرن قبل ما ادخل الصينية ب5 دقايق، وبتدخل على الرف الوسطاني ودرجة الحرارة 170. وطبعا اهم حاجة يكون الفرن شغال من قبلها بشوية. ما بشغلش الشواية خالص وهي بتستوي معايا، الاول هتستوي من تحت وبعد كده الوش هيتحمر معاك. لو احتاجت لشواية ممكن تشغلي الشواية لو الفرن عندك ضعيف شوية. بعد كده بقى بعد ما دخلتها الفرن احضر معايا الشربات، والشربات هنا هستخدم كوباية من السكر عليها كوباية من المية وعصرة ليمونة. هسيب الكلام ده يغلي على النار لمدة 6-7 دقايق كده، واول ما السكر يدوب هيبدأ بقى معايا شربات خفيف بالطريقة دي كده. اول ما تخرج من الفرن هتبقى هي سخنة والشربات دافي معايا، هبدأ اللي انا هسقيها الاول على الوش دوت وخلص الكمية كلها بتاعة الشربات. هو طلع معايا كوباية. بعد كده هقلبها بقى علشان خاطر تتشرب معايا من الوش بتاعها. بتتقدم سخنة او ساقعة زي ما تحبي، طعمها حلو قوي ولذيذة وخطيرة. جربيها، حاجة دايبة دوب كده وطعمها لذيذ جدا، مرملة وانتي بتاكليها رغم اللي هي مرملة بس بتدوب في البق. وكده خلصناها رموش الست. تقدري اللي انتي تزينيها باي حاجة متوفرة عندك، شوية مكسرات، شوية سوداني، ممكن كمان شوية جوز الهند، براحتك خالص اللي انتي عايزاه حطيه على وشها. بحبكم جدا، ما تنسيش اللايك والشير عشان الكل يستفيد.